انا شايفه ان ال AI بيتطور بطريقه يعني it's very fast، وهيخش في حياتنا اللي هي ال daily life. يعني whether you like it or not ال AI هيبقى موجود في حياتك ال daily. ممكن يخش في الميديسن وفي معظم الفيلدز. النهارده معانا رحلة طويلة من التكنولوجيا والمغامرات مع بنوتة جميلة جدا. ليلي، ازيك؟ كويس الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام كله أهو. حلو. ليلي، عرفيني بنفسك، عندك كام سنة في انا سنة كام؟ 16 سنه وجريد 10 IG. تمام. ابتديتي بقى، انا فاكر انا اقول بلاش انت. كان اول مرة شفتك جيتي تدرسي التكنولوجي كان عندك 3 سنين، كنت بنوتة قد كده. تمام، ولك صور معايا كتير وانت صغيرة. ايوه تمام. الرحلة بقى انت من 3 سنين ل لغايه دلوقتي 13 سنه تقريبا ايوه. اتعلمت فيهم التكنولوجي وسافرت فيهم معسكرات سواء جوه مصر او بره مصر، ودخلتي مسابقات وكده. ايه اللي اتغير في حياتك في الرحله دي؟ يعني أنا I think that I became a lot more of an organized person و I'm a lot more responsible because I have basic understandings of how the world works and how to deal with people in a team. اوكي. أهم حاجة اللي احنا في الكومبيتيشنز اللي احنا كنا بنعملها احنا كنا نشتغل كتيم، ودي حاجة أنا مش بشوفها كتير جدا في ناس، فأنا دي حاجة علمتني أنا أبقى team leader. وكمان I got a broader understanding of technology. I understand what I'm dealing with. Like when I deal with a computer I understand what to do if it crashes or anything, and I understand how to do research. انت سافرتي معايا معسكرات بره مصر، رحنا مرتين اليونان أيوة. ومره فين؟ أمريكا. امريكا. إيه اللي اثر فيهم في حياتك، وهل اختلفتي في المعسكرات دي ولا لا؟ هو أنا I think كانت أحسن معسكر طلعته كان بتاع أمريكا. مم. كان 3 to 4 weeks I think أو 3 weeks. 3 weeks yes. مم. one I think إن أنا I got a lot of a broader understanding about topic. احنا كنا كل أسبوع كان في حاجة بندرسها. أنا خدت game design وgraphic design وcomputer engineering و I think إن دول يعني غيروا في حياتي جدا. يعني ال game design I understood how computers and how to make games، وكانت يعني experience إن أنا أشتغل مع اللي معايا كتيم إن احنا to create a game مع بعض. والgraphic design علمني أكتر عن الماركتينج و how to market to wider audiences. والكمبيوتر انجينيرينج علمني الكمبيوترز دي بتتعمل ازاي و how to deal with it واعمل ايه لو if it crashed يعني how it works. هل ده رسم حاجة جديدة في حياتك، خلاكي تشوفي رؤية مختلفة عن قبل ما تطلعي من هنا؟ يعني انا اعتقد ان هو التكنولوجي او الفيو التكنولوجي بتاعتي الجديده يعني خلاني اشوف التكنولوجي دي طول تساعدنا، مش حاجه يعني عمرها تبقى ضدنا في حياتنا. يعني احنا في ساي فاي موفيز كتير جدا بتقول والناس بتبقى خايفه من الاي اي ان هو يعني يقلب علينا، او بس انا شايفه ان دي تبقى تول يعني very useful في حياتنا. طب هل ساعدك في رسم خريطة الطريق للي جاي؟ يعني في بقى حدد لك حاجات في حياتك، شفتي رؤية مختلفة للمستقبلك؟ يعني انا عايزه اخش الفيلد بتاع بايو تكنولوجي، حلو قوي. ويعني كل اليرز هنا في تكنو يعني خلتني ان انا احدد انا عايزه ابقى ايه لما اكبر يعني. ده حاجة مهمة جدا ان احنا ناخد قرار ان احنا يعني ندرس ايه او نطلع ايه في المستقبل. طيب، ليلي، انت ابتديتي من وانت صغيرة ووصلنا لغاية دلوقتي، شايفة التكنولوجيا اختلفت قد ايه في الفترة دي؟ لا انا شايفه ان كان في very big leaps في التكنولوجيا، حتى in the way اللي هو it's advancing now. دلوقتي ال AI كان يعني بيعمل حاجات بسيطة جدا very simple tasks، حتى في الجنراتيف to ask it to generate صورة البنت هتلاقيه مثلا جايب لك very weird squiggles. دلوقتي ممكن يعني you can't even tell. وانا شايفة ان دي حاجة احنا محتاجين نخلي الناس تبقى aware يعني in what's AI and what's not. ودلوقتي it's so hard انك to differentiate يعني what's real and what's not. فانا شايفة ان مهم يبقى في awareness لايه التكنولوجي what's not. هل حابة من الحاجات اللي انت درستيها دي ممكن يكون عندك ستارت اب انت تبتدي بيه حياتك بعد ما تخلصي دراسة؟ انا اكتر حاجه حبيتها ان انا درستها هنا كانت الجرافيك ديزاين. يعني دي كانت حاجه حبيتها جدا، ان انا انسانه بحب الرسم والارت وحاجات كده. ف I really liked الماركتينج سايد of الجرافيك ديزاين والارت سايد. فلو في حاجه انا ممكن اعملها تبقى الجرافيك. طب المعسكرات التانية زي اليونان، انت طلعت مرتين اليونان،
هل دول برضو أثروا فيكي في حياتك ولا دول كانوا ترفيهي أكتر؟ لا اثروا فيا جدا بصراحه. انا كان اول مره طلعت كنت خايفه جدا وكنت قاعده اعيط، بعد كده تاني مره I learned ان انا to appreciate it، واحنا كمان اتعلمنا عن الروبوتكس وانا قدرت ان انا فوكس، والتيم بتاعنا بجد عمل يعني advancements كتيره جدا. بصي يعني أنا شاهد على على العصر شاهد على التاريخ اللي عدى ده من أول 3 سنين لغاية دلوقتي، وشفت التطور اللي في شخصيتك وأنت اختلفتي إزاي، وخصوصا لما بقيتي بعيد عن البيت وإن أنت تبقي يعني لوحدك بتعتمدي على نفسك تماما. يعني سواء في اي معسكر بره، انت قعدتي معايا 3 اسابيع في 3 معسكر اسابيع واحد بره. انا اللي هدي اللي بيعيطوا. فقبل كده كنت بتبقي خايفه وهم كلهم اسبوع مثلا ولا حاجه، وكنت بتبقى مشدوده شويه مرتبكه بنفسك يعني تمام. بعد كده لا، يعني في شخصيه تانية مسافره معايا ما شاء الله عليكي. يعني التطور كان رائع وواضح في حياتك الاجتماعيه. بتتكلمي عملتي صحاب كتير اجانب وحاجات كده بره فعلا. يعني اختلفت كتير الشخصيه بتاعتك. طيب انت شايفه بقى المستقبل بتاع الاي اي رايح فين يعني؟ انا شايفه ان الاي اي بيتطور بطريقه يعني it's very fast، وهيخش في حياتنا اللي هي الديلي لايف. يعني whether you like it or not ال AI هيبقى موجود في حياتك الديلي، ممكن يخش في الميديسن وفي معظم الفيلدز. يعني لو انا هعمل حاجه ليها علاقه بالجرافيك ديزاين وال AI عموما، تمام. هعمل حاجه اللي هو اخلي ان ال AI يبقى فيه زي سول، وهو يعني يبقى فيه زي روح في الجنريتنج اللي هو بيعمله. عشان معظم الحاجات اللي انا بشوفها من الناس بيقولوها على الاي اي ارت ان هو اتس سولس، فانا عايزه ان انا اخلي يبقى الانسان له التاتش في الاي اي ارت، ان انا اخليه ارت accessible for everyone. طب تيجي نساله هينفع نعمل الكلام ده ولا لا؟ I think ينفع. هاي، انا عندي سؤال ليكي، ازاي نخلي الارت accessible لكله عن طريق الاي اي؟ سؤال جميل جدا. في الحقيقة ال AI يقدر فعلا يخلي الفن أو الآرت أكتر وصولا للكل بطرق كتير. مثلا ممكن ال AI يساعد أي حد إنه يحول أفكاره الفنية لشيء ملموس بسهولة، حتى لو ما عندوش خبرة كبيرة في الرسم أو التصميم. وكمان ال AI ممكن يترجم أنواع فنية مختلفة أو يخلي الأدوات الفنية أسهل وأكثر تفاعلية. يعني في النهاية ال AI زي جسر بيساعد ناس أكتر إنها تعبر عن إبداعها بطريقة أسهل. ازاي نحط في الاي اي ارت روح؟ يعني ازاي نخلي ان الارت بتاع الاي اي يبقى فيه روح؟ وسؤال حلو تاني. الحقيقة إضافة الروح أو الحس الإنساني في ال AI art بتكون من خلال إننا نضيف لمسة شخصية أو رؤيتنا الخاصة. يعني ممكن تدربي ال AI على أسلوب فني معين، أو تخليه يتعلم من أعمالك المفضلة أو من أساليب فنانين بتحبيهم. كده ال AI هيبدأ ينتج أعمال فيها لمسة أقرب للروح الإنسانية، لأن فيها جزء من ذوقك أو رؤيتك. يعني الروح بتظهر لما ال AI يبدأ يعكس لمسات بشرية أو اختيارات فيها إحساس شخصي، وبكده الفن اللي بيطلع منه يكون فيه نوع من الحياة أو الروح اللي انت عايزة تضيفيها. شكرا. طب حابه تقولي ايه بقى للي في سنك ولسه لغايه دلوقتي ما تعلموش اي حاجه بقى في التكنولوجي ولا دخلوا الحاجات اللي انت دخلتيها؟ يعني انا شايفه ان ده لازم، دي حاجه اساسيه واحنا كده بنتطور. يعني انا لما بشوف ناس مش فاهمين اي حاجه في التكنولوجي بخاف. يعني انتوا ازاي تتعاملوا في الفيوتشر وانتوا مش عارفين اي حاجه من اللي بتحصل دلوقتي؟ يعني التكنولوجي is advancing at such an advanced rate. يعني I think ان people should at least have some general understanding. ليلي انا استمتعت جدا وفرحان قوي بالرحله اللي عدت قدامي دلوقتي من 3 سنين لغايه 13 دلوقتي. سنه. بجد ما شاء الله عليكي، وان شاء الله تطلعي مهندسه بايوميديكال رائعه، ان شاء الله. المستقبل جميل جدا ان شاء الله. يعني بجد فرحان بيكي قوي يا ليلي، ميرسي خالص، ومن Thank احلى you. الحلقات اللي انا عملتها. Thank you. شكرا. شكرا.